يا صباح الفل. النهاردة هنعمل مع بعض الحليب المحلى المكثف بطريقة سهلة وبسيطة. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. اللي يعجبه الفيديو يدوس لايك واشتراك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، وان شاء الله اقدم لكم كل جديد. مكوناته سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت. كوباية حليب بودر، كوباية سكر بودر، نص كوباية حليب مغلي. اهم حاجة ان يكون مغلي، ما ينفعش بارد. هنضيف كل ده في الخلاط. هنضيف الحليب الأول، وبعدين السكر، وبعدين الحليب السائل، وهنضرب كل دوت مع بعض في الخلاط. هنضربه في حدود دقيقتين أو 3 دقايق. هو ما بياخدش بالظبط معانا 4 دقايق عمايل. هنضربه كويس، وبعدين هنضيف عليه معلقة زبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، وهنكمل ضرب. هنضربه في حدود دقيقة وهنشوف النتيجة بجد مبهرة، روعة. لان دلوقتي الحاجات بقت غالية قوي، وده كمان احلى من اللي في العلب مليون مرة. نتيجته فعلا روعة. بصوا السمك، سمكه فعلا حلو قوي قوي. انا فضيته ما شاء الله، عمل معايا برطمان حلو قوي. هتستعمليه بقى في كل الحلويات اللي انت عايزاها، وتشيز كيك وخلية النحل وخدود البيبي، كل الحاجات ديت انت عايزة تستعملي الحليب المحلى المكثف، خلاص هو كده موجود عندك. سمكه تحفة بجد. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك.